المشاهدون الأكارم، طابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تنظيم انتخابات مدراء الضواحي في شامبيكو ودقي. مؤسسات الخدمات الاجتماعية في مدينة نافا تجذب المواطنين للتجمع. الإريتريون في إسرائيل يؤكدون العمل القوي لتبني أسر الشهداء. الجيش الأمريكي يشن ضربات موجعة ضد حركة الشباب. تريزا ماي تحذر من التفاوض على اتفاق جديد لبريكست. ترامب ينسحب من محادثات انهاء إغلاق الحكومة. أهلا بكم. انتظمت في 14 ضاحية بمدينة شامبيقو و10 ضاحية في مدينة دقة انتخابات مدراء الضواحي ومساعدهم. وأجرت الانتخابات في مدينة شامبيقو في مناطق بشكا ودنبسمرة وشامبيقو سلام وشامبيقو صنعت ودنب حمبرتي وأيكيتا وتولغامجا وكويبتيبا وعنبوري وقرمي وشاهاتي وبنبنا وديدا. وأشاد مدير المديرية السيد كحساي أسرات بالمساهمة الفعالة التي أبداها المواطنون، داعيا المواطنين للوقوف إلى جانب المنتخبين الجدد. وفي مديرية دقة جرت الانتخابات في ضواحي تكراريت وقريجناي وعاد الشيخ الأمين ولوكيش وعاد إبراهيم وحشاكيتو وجميل وكيرو وهواشايت وأفهمبال. وأشار مدير المديرية السيد همد إلى علي إلى انتخاب 10 مدراء الضواحي و10 مدراء تنفيذيين، إضافة إلى 80 من لجان القرى. من جانبهم أكد المنتخبون الجدد في المديريتين جاهزيتهم للعمل بالتفاني والإخلاص لشعبهم ووطنهم، مدركين المسؤولية الرزينة التي حملها إياهم المواطنون. في إطار الجهود الجارية لإرساء العدالة الاجتماعية، أوضح بأن مؤسسة الخدمات الاجتماعية المشيدة في مديرية نافا ظلت تسهم في جذب الأنظار في عملية تجميع القرى المتناثرة وكذلك استقرار حياة السكان المعيشية. وأوضح مدير المديرية السيد يعقوب إدريس أنه بفضل الاهتمام الذي منح خلال سنوات الاستقلال التي مضت، تم بناء 45 مدرسة إضافة إلى 9 مؤسسات صحية بينها مستشفى واحد، خلقت ارتياحا في حياة المواطنين المعيشية. وأفاد بأنه بفضل المعرفة الأكاديمية والمهنية التي اكتسبها الشباب في تلك المدارس، ظلوا ينجزون أعمالا فعالة وناجحة، وهو نتاج لذلك الاستثمار الجاري. وأشار فيما يتعلق بأنشطة إثراء مصادر المياه وضمان مياه الشرب الصالحة إلى بناء سدين و56 خزانا و64 حفيرا، وإنشاء مشاريع مياه شرب كثيرة في مختلف مناطق المديرية. وأوضح بأن هذه المؤسسات تساعد سكان التجمع في مناطق مدروسة يحصلون من خلالها على كافة الخدمات الاجتماعية، خاصة الأراضي الموزعة في مدينة نافا للمؤسسات والمنازل. ونتيجة لذلك تم بناء 245 مؤسسات تجارية بشكل حديث وعصري، وبلغت أعداد السكان أكثر من 60 ألف مواطن. وفي الختام ذكر السيد يعقوب عن تحقيق تقدم ملموس في إرساء بنى تحتية ناجحة لتوسيع وتعطيل خدمات الهاتف والمواصلات، مشيرا إلى أن الدفع بأنشطة النفير التنموي التي ينظمها المواطنون من أهم برامج عام 2019. أكد الإريتريون المقيمون في إسرائيل في الاجتماع الذي عقدوه جاهزتهم على العمل القوي لبرنامج تبني أسر الشهداء في العام 2019. ووفق التقرير المقدم، تبرع المنضوون الجدد في جمعية فنوتي سمعتات والبالغ عددهم حوالي 100 عضو، تبرع كل عضو ب $720. وقد تم إرسال أكثر من 72 ألف دولار إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي لصالح تبني أسر الشهداء، كما قدمت لهم بيانات متكاملة عن اسم الشهيد للأسرة المتبنية. وأكد المشاركون في الاجتماع بأن تنفيذ البرامج الوطنية بفعالة عامة وخاصة تبني ورعاية أسر الشهداء لا يترك للحكومة فقط، وأن نشاطهم في هذا الشأن يخلق لهم ارتياح ضميري من جهة، ومن جهة أخرى يساعد على تعزيز تنظيمهم وتأطيرهم.
صرح مسؤول قسم المياه في مدينة أغردات السيد برهان محارب بأنهم يعملون لتوسيع خدمات مياه الشرب الصالحة التي كانت محصورة في المدينة للمناطق والقرى المجاورة. وذكر السيد برهان بأنه في إطار العمل الجاري لإفادة ضاحيتي عدردة وإنقرنة من تلك الخدمات، تم بناء 4 خزانات في ضاحية عدردة وتوزيع العدادات لتحصل الضاحية على خدمات المياه لفترة 24 ساعة، فيما توجد الخزانات ال4 المبنية في ضاحية إنقرنة قيد البدء. وأضاف السيد برهاني بأن بعض المناطق التي لم تمد فيها أنابيب المياه تحصل على خدمات المياه عبر الصهاريج بتعرفة معقولة، مناشدا الجهات المعنية لاتخاذ خطوات ضرورية من أجل ارتفاع نسبة المستفيدين من خدمات المواسير. صيرت أنشطة في ضاحيتي لاعنتين ومحابار لضمان الإصحاح البيئي الأهلي ومكافحة الأمراض المعدية. وذكر المدير الطبي العام لمستشفى قنداع المرجعية الدكتور أبراهام أمانيل بأن الأعمال المنجزة تعد جزءا من البرامج الجارية لتوسيع الاستفادة من الإصحاح البيئي الأهلي. وأشار الدكتور أبراهام إلى أن برامج الإصحاح البيئي بدأت في العام 2008، إلا أن عملية تنفيذها تأخرت بمختلف الأسباب، وبما أن عدم استخدام دورات المياه تسبب مختلف الأمراض المعدية، لذا ينبغي على المواطنين التمتع بالإصحاح البيئي، إضافة إلى استخدام الناموسيات للحد من الملاريا. من جهته أفاد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم الشمال البحر الأحمر السيد رزاني في السهاب بأن البيئة النظيفة أساس مجتمع صحي، داعيا المناطق الأخرى للاقتداء بالخطوة التي اتخذها سكان ضاحيتي العينتين ومحابرة. ومن جانبه قام مسؤول الصحة البيئية في وزارة الصحة السيد الزموي ألمو بتوزيع الشهادات التقديرية للمساهمين بفعالية لإنجاح البرنامج. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ غارة جوية على جنوب الصومال، مما أسفر عن مقتل 6 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في ثالث هجوم يستهدف الحركة خلال أقل من أسبوع. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أن غارة جوية استهدفت معسكرا لحركة الشباب بالقرب من باقة براوا في منطقة باي جنوب الصومال، على ما أوردت وكالة أسوسيتد بريس. وكان هجومان وقعا بالقرب من بغداد الصومالية، مما أدى إلى مقتل 4 من أعضاء الحركة الإرهابية، كما أسفرت غارة ثانية عن مقتل 6 أعضاء من الحركة نفسها بالقرب من دي هيرو سالي في منطقة إشبيلية السفلى. ونفذت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 47 غارة جوية العام الماضي، وتسيطر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على أجزاء كبيرة من المناطق الجنوبية والوسطى في الصومال، وتقوم بتنفيذ تفجيرات دموية في العاصمة مقديشو. أكدت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية أنها لن تتفاوض على أي اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، محذرة نواب البرلمان من أن التفكير بإمكان الحكومة التفاوض على اتفاق جديد للخروج إذا رفضوا اتفاقا تفاوضت عليه ماي في تصويت الأسبوع المقبل مجرد وهم. ويكتفي الغموض مصير خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، وتتراوح الخيارات من خروج غير منظم إلى إجراء استفتاء آخر، إذ من المتوقع أن يرفض النواب اتفاقا أبرمته ماي مع الاتحاد في نوفمبر سيجري التصويت عليه يوم 15 من يناير الجاري. وألغت ماي تصويتا كان مقررا الشهر الماضي، وأقرت بأن البرلمان كان سيرفضه. واستأنف النواب مناقشة الاتفاق قبيل التصويت الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس القادم. انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محادثات مع قادة الكونغرس الديمقراطيين بسبب تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، قائلا إن الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية كان مضيعة للوقت تماما. وفي اليوم 19 للإغلاق الحكومي الجزئي،
اجتمع ترامب لفترة قصيرة مع زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب تشاك تشومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وغيرهما من القادة الديمقراطيين، لكن الاجتماع انتهى بشكل حاد ودون أي إشارة على التوصل إلى حل. ووصف النواب الديمقراطيون المستاءون تصرف ترامب بأنه نوبة غضب، وقال أن الاجتماع توقف عندما رفضوا الالتزام بتمويل اقتراحه بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك. كان ترامب قال في وقت سابق إن من حقه إعلان الطوارئ لبناء جدار على الحدود الجنوبية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن طلبه تخصيص 5.7 مليار دولار للمشروع. أقيم حفل زفاف جماعي في إقليم غوغارات غرب الهند يوم الأحد لعقد قران 92 عروسا من اليتيمات على أزواجهن، وذلك مع ارتفاع تكاليف الزواج في الهند وصعوبة تغطية تكاليف حفلات الزفاف. وأقيم حفل الزفاف الجماعي يوم الأحد وشهد عقد قران 92 عريسا وعروسا، وترتبت العرائس في زينة كاملة بأزياء تقليدية مزركشة يطغى عليها اللونان الأحمر والذهبي، ووضعت الزهور فوق رؤوسهن، وارتدين الأساور والقطع الذهبية إلى جانب رسوم الحناء على أيديهن. ويقول المنظمون أن الهدف من تنظيم برنامج الحفل هو إقامة حفل زواج جيد لأولئك اليتيمات، كما أن استضافة عدد من الشخصيات المعروفة في المدينة في الحفل يعطي هؤلاء الفتيات شعورا بأنهن لسن وحيدات، وأن المجتمع يدعمهن في الزواج ليعيشوا فيه بكرامة. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.